في هذه المحاكمة لشاب مصري اسمه طه للأسف عمل فعل جدا شنيع، لأنه تسبب بوفاة والدته لأنها رفضت يتزوج أو حتى يكون على علاقة مع بنت سيئة السمعة. القاضي طلب من المحكمة ليسمع المتهم كم كلمة قبل إصدار الحكم عليه. لما انتهت إليه المداولة تود المحكمة أن توجه كلمة للمتهم، وحرفيا كانت كلمات القاضي أقسى على المتهم من الحكم نفسه. صدق الله العظيم. يا طه، كنت طالبا بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف، وتعلمت فيها كيف يكون البر بأمك، لكنك اقترفت شيئا إدا، جرم عظيم اهتزت له السماوات السبع والأراضين. قتلت نفسا بغير حق، ألا وهي أمك، الحافظة لكتاب الله، المحفظة للقرآن، البالغة من العمر 55 عاما. قتلت من حملتك في بطنها وهنا على وهن، وحملتها أنت بعد أن قتلتها إلى حفرة وأسدلت عليها الثرى لإخفاء معالم جرمك. أرضعتك من ثديها متمنية لك الحياة لكي يشتد عودك وتكون سندا لها عند هرمها، فكان جزاؤها منك الغدر والخيانة، فاستدركتها لبضروم المسكن وأطبقت بكلتا يديك على عنقها قرابة 10 دقائق قاصدا إزهاق روحها، ولم ترحم توسلاتها إليك وهي تتصايح بصوت خفي، فصار قلبك كالحجارة أو أشد قسوة. رمتك بيدها وأنت طفل صغير وعلمتك الحب، فلما اشتد عودك وصرت شابا يافعا تمنيت أنت لها الموت، قابلت برها وخوفها عليك ونصحها لك، اختيار شريكة حياتك الزوجية، كل جحود وانفراد. وسوس لك شيطان أن الخلاص من فاطمة أمك بإزهاق روحها هو الطريق الوحيد لزواجك بفتاة من فتيات الليل التي انغمست معها في الرذيلة، فلبيت النداء. كنت أشد من شيطانك حيلة